السلام عليكم. حكايتي يمكن تبان عادية جدا، بس والله كل تفصيلة فيها وجع ودرس، وبتمنى كل بنت تسمعني وتاخد منها عبرة قبل ما تقع في نفس الغلط. أنا كنت بنت بسيطة جدا، عايشة حياة هادية جدا، بحلم بالحب والاستقرار والبيت اللي كله أمان وحنية. كنت دايما بقول لما هتجوز هعيش في حضن راجل يحبني ويحافظ عليا. بس الظاهر كده إن الأحلام مش دايما بتتحقق زي ما كلنا بنتصور. أنا اتجوزت أول مرة وكنت فاكرة إن هي البداية اللي كنت بحلم بيها دايما، لكن للأسف طلعت بداية وجع. جوزي كان بيتعامل معايا بطريقة غريبة جدا، مرة هادي ومرة بيصرخ ومرة متعصب من غير أي سبب. كنت بحاول أراضيه واستحمل وأقول يمكن عنده ضغوط، لحد ما اكتشفت إن هو مريض نفسي وبيتعالج. حاولت أكمل وأقف جنبه، لكن التعب النفسي اللي جواه خلاني أنا كمان أتعب. كنت بصحى من النوم وأنا مرعوبة من نبرة صوته أو تصرفاته الغريبة. في الآخر الطلاق كان هو الحل الوحيد، بس رغم الوجع قلت الحمد لله، يمكن ربنا كاتب لي حاجة أحسن. رجعت بيت أهلي ومعايا ابني الصغير، كان هو كل حياتي وسندي، والناس بقى ما سابتنيش في حالي. اللي يقول لي انت اتطلقتي ليه، واللي يقول لي انت هتفضلي لوحدك كده، واللي يقول لي حرام عليكي ابنك يتربى من غير اب، واللي يقول لي انت هتتجوزي تاني وتجيبي لابنك جوز ام. والناس بقى كلامها كتير جدا. بدأت بقى العرسان تيجي تاني، وانا كنت عايزة أبدأ حياة جديدة، ادي لنفسي فرصة تانية. المهم اتجوزت للمرة التانية راجل شكله محترم ومتدين، وكنت شايفة فيه كل الأمان اللي أنا كنت بدور عليه. لكن بعد الجواز بقى اكتشفت المصيبة الكبيرة، ان هو لسه مراته على ذمته. مش بس كده، لا كمان المصيبة الأكبر ان انا الجوازة الرابعة في حياته. اتصدمت، حسيت اني اتخدعت، ولما جيت واجهته بقى كان بيبرر كل حاجة بكلام كذب. لحد ما في يوم اختفى، ومش بس اختفى، لا ده سرق عفشي وهدومي وفلوسي والذهب اللي كان معايا، وسابني ومشى وطلع نصاب. ما كانش قدامي غير اني اقول الحمد لله واكمل. المهم ابني يعيش في امان. اشتغلت في مطعم علشان اصرف على نفسي وعلى ابني. كنت بصحى بدري جدا وارجع اخر اليوم تعبانه جدا ومش قادره اقف على رجلي، بس كنت راضيه الحمد لله. بحس ان شغلي ده رغم تعبه بيديني كرامه. بعد فتره سبت الشغل واشتغلت في مطعم تاني، وهناك قابلت راجل من دولة عربية تانية. كان محترم جدا في البداية، بيتكلم بذوق وبيخاف عليا. المهم فضلنا نتعرف على بعض واتكلمنا فترة طويلة جدا، وبعد فترة كده اتخطبنا واتجوزنا. في الأول كنت حاسة إن هو ده اللي ربنا عوضني بيه، كان بيهتم بيا جدا وبيكلمني بحنية. بس مع الأيام بدأت ألاحظ كده حاجات غريبة. موبايله دايما في إيده مش بيسيبه، بيكلم بنات كتير وصور كده مش مفهومة ومواعيد مريبة. كنت بسكت وأقول يمكن يتغير، يمكن مش لاقي فيا اللي هو عايزه، خصوصا إن أنا مش عايزة الناس تقول إن دي فشلت للمرة التالتة. قلت يا بنت اسكتي وكملي. بس اللي بعد كده كان اصعب. جه في مره وقال لي انا هرجع بلدي ويا ريت تيجي معايا، بس انا رفضت لاني ما كنتش اقدر اسيب ابني اللي عايش مع امي. ومن هنا بدات المشاكل تزيد. بدا يعاملني ببرود ويزعق من غير سبب، وبدا يمد ايده عليا، لحد ما في يوم قدام امي رمى عليا يمين الطلاق وسافر على بلده من غير ما حتى ما يبص في وشي، وكنت منهاره جدا. بس بعد فترة كده كلمني وقال لي بقولك ايه رأيك نفتح صفحة جديدة، وتعالي يا ستي وسيبي كل حاجة وراكي وهنعيش هنا ومبسوطين وهنبتدي من الأول وهتغير عشان خاطرك. وقال لي كل الكلام المعسول اللي خلاني صدقته وسافرت له. قلت خلاص هنبدأ حياة جديدة. بس يا ريتني ما كنت سافرت. من اول يوم وصلت فيه وانا حاسه ان المكان مش ليا خالص، مفيش احترام ولا حنيه. وحماتي كمان كانت بتتكلم عليا كلام يوجع القلب. كنت بصحى كل يوم انظف البيت كله واخدمهم كلهم وانا متحمله، وجوزي بدل ما يطبطب عليا كان بيبعد عني اكتر واكتر. وفي يوم شفت صوره كده ليه مع واحده، سالته ايه الصوره دي، قال لي لا دي صوره قديمه. بس كان باين ان الصوره دي جديده جدا. حسيت بقى وقتها ان انا انكسرت تاني، وبعدها حصلت خناقه كبيره جدا وضربني قدام امه وهي واقفه ولا كانها شايفه حاجه. في الاخر راح حجز لي تذكره. رجعت وانا مكسوره وحاسه اني تايهه، لا متجوزه ولا متطلقه ولا حتى مرتاحه. هو لسه بيتصل بيا كل فتره وبيبعت لي فلوس بس بالعافيه برضه عشان اصرف على بنته، لكن مفيش كلمه حلوه ولا حنيه ولا حتى سؤال بصدق. وبعد شويه بقى لقيته بيتصل بيا تاني وعايزني ارجع له تاني، وبيقول لي هنبتدي مع بعض من اول وجديد وهحاول اتغير عشان خاطرك، وانا ما اقدرش اعيش من غيرك انتي وبنتي. بس انا بصراحه ما بقتش اصدقه ولا حتى قادره اسامحه. انا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه، خلاص اعيش لوحدي ولا ارجع له تاني؟ انا حاسه دايما ان انا بدي وبضحي وفي الاخر بتكسر. بس في وسط كل ده انا برجع لنفسي وبقول يمكن ربنا كاتب لي الوجع ده علشان اتعلم ان مش كل حب يستاهل، ومش كل راجل بيبقى امان. اتعلمت ان الست
لو ما حبتش نفسها الأول هتفضل دايما ضحية حب ناقص. أنا دلوقتي يمكن مكسورة بس لسه واقفة وبحاول أرجع لنفسي تاني وأشتغل وأهتم ببنتي وابني وأسيب الباقي على ربنا. أنا اللي عايزاه منكم إن انتوا تدعوا لي ربنا يفرج همي ويختار لي الخير أنا وبنتي ويعوضني عن كل حاجة، عوض يخليني أنسى كل الوجع اللي مريت بيه ويملالي حياتي راحة وسلام. بعد ما سمعنا القصة نفسي كل بنت تسمع الكلام ده بعقلها قبل قلبها، لأن في علاقات كتير بتبقى شكلها كده حب لكن في الحقيقة ده بيبقى وجع متغلف بكلام حلو. لو حسيتي انك دايما اللي بتضحي وبتتوجعي لازم توقفي وتفكري، الحياة مش صبر على وجع، ولا الجواز عمره ما كان ان انت تكملي عشان خاطر الناس ما تقولش حاجة. خلي دايما رجوعك يكون لنفسك مش للي كسرها. خلي اول خطوة ليكي تكون ناحية السلام مش ناحية الخوف. ربنا عمره ما بينسى حد وبيعوضك عن كل دمعة نزلت من غير سبب. يمكن دلوقتي مكسور بس بكرة هتقفي على رجلك تاني وتبقي اقوى، وهتعرفي ان اللي مشي كان لازم يمشي عشان الخير الحقيقي يجي. افتكري دايما ان اللي ربنا بيبعده عنك اكيد مش خير ليكي، بس اللي هيبعتهولك بعد الصبر هيكون كل الخير. واستنوني في الحلقة الجاية مع قصة جديدة، والسلام عليكم.